السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طبق لذيذ خفيف كده ظريف. هنقدمه مع بعض وان شاء الله يعجبكم. هنقدم ايه؟ هنعمل طريقة عمل السبانخ سهلة جدا بالنسبة لنا في الشتاء بقى، فقلنا ايه نعمل طبق خفيف كده ظريف، ممكن يتاكل جنبيه رز، ممكن بعيش، ونقضي بيه اليوم ان شاء الله، يبقى يوم جميل وظريف وخفيف ان شاء الله. ينفع غدا طبعا وينفع عشاء. يلا بينا. مبدئيا كده جبنا بصلايه كبيره وحلوه زيكم وقطعناها وحمرناها في السمنة، نحطها كده لحد ما تصفر ونقلب كويس عشان ما تتحرقش مننا من جنب. طبعا كلكم ما شاء الله ستات بيوت وشطار جدا جدا جدا، بس يعني قلنا ايه نعمل كده لعرايسنا الصغيرين، برضو للبنات اللي لسه مبتدئين، ممكن يكون حد برضو ايه فيهم ما يعرفش طريقة السبانخ، فقلنا اهو نقدم لهم طريقة من طريقة السبانخ. بعد البصلة كده ما اصفرت معايا، ما تخليش تسود ولا تغمق قوي، ننزل بعصير الطماطم بتاعنا. تمام كده. طبعا السبانخ احنا ايه غاسلينها ومقطعينها ونقعينها في ميه. بعد كده نصفي السبانخ من الميه بتاعتها وننزل بيها بعد ما البصله التقليه تتسبك معانا. ننزل بالسبانخ بتاعتنا، هتكون اول ما تحطيها تعبي الحله كده وتكون هايشه، لكن استني عليها كده دقيقتين وتغطي عليها، هتلاقيها ما شاء الله نزلت واستوت وكفت الحله. يعني انت متهيألك كده ان هي ايه مش هتاخد الحله، لكن لا، بعد كده هتكش لما تستوي هتلاقي ايه كفت ودبلت يعني وكفت وبقت تمام. حلو كده. هغطي عليها واسيبها كده لحد ايه دقيقتين كده تكش وتستوي، وبعد كده بقى هنضيف الاضافات بتاعتنا. هنا بعد السبانخ بتاعتي ما استوت، حطيت طبعا الملح والفلفل الاسود، وبعد كده ايه نزلت بمعلقتين فريك كنت غسلاهم ونقعاهم. احنا بنحب نحط الفريك، في ناس ممكن تكون بتحب تحط رز. وكمان هنا بعد الفريك بتاعي ما استوى دقيت فصين توم. وفي اللحظه دي ممكن تحطي مع الثوم قرن فلفل اخضر كده حراق براحتك، بس انا طبعا ما حطيتش عشان اطفال. وبعد كده خلاص طفيت عليها وعملت معاها ايه انا ايه رز كده لحد كده يبقى طبق جميل واقتصادي جدا كده وينفع غدا. انا كنت بقى عامله جنبها ايه لحمه كباب حله، ان شاء الله هوريكم طريقته. هوريكم طريقه كباب الحله في الفيديو الجاي، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك والسبسكرايب.